أطالب بتدريس أغاني المهرجانات في المدارس والجامعات. إيه التناقض ده يا أستاذ أحمد؟ إيه كم التناقض ده؟ إحنا هنا بننفي وأنت عمال تقول أغاني المهرجانات، وأنت هنا بتؤكد في المقال، وإحنا بنقول ظاهرة نحاول نمحيها، مش هتتمحي، لكن أنت هنا بتطالب بتدريسها. اه طبعا، وضح اه طبعا. التناقض ده. وطالب بالتدريس ازاي يا فندم؟ وطالب يمكن بتدريس ده الاغاني، ربطته اه طبعا. بالمقولة بتاعت اللي أنت بتقولها بتاعت علي بن الامام علي بن ابي الامام طالب. علي بن ابي طالب، ان انت بتقول نعمل اه طبعا، بيبقى نخلط فيه. كذا بكذا، فانا ربطته بالسؤال ده ممكن دلوقتي. حضرتك الشاعر او الكاتب او المؤلف بتاع الاغنيه يجيب حاجه دينيه، حاجه وطنيه، حاجه دستوريه، ماده قانونيه، او مثلا فرض من فروض الاسلام، ممكن يطعمها ويبلورها في قالب ما من الاغنيه. حضرتك عندك طفلك في المدرسه، هل بيحفظ النشيد بتاعه بقدر ما بيحفظ الاغنيه بتاع المهرجان او يرددها؟ لا، ما انا هقول لك اطلاقا. لا. ليه؟ حضرتك ده ناتج عن التوزيع والتلحين والايقاع والميديا وتاثيره وهكذا.